رحمه الله. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: استعوذ بالله: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: عند ربه، لا عند ربه. تمام. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أظن لا يوجد واو. ومن قتلها، من قتله لا يوجد واو. من قتل نفسا بغير نفس، هل يوجد واو عندكم؟ من قتل نفسا لا يوجد واو. من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم حرمات الله التوقير والإجلال والاهتمام، يعني سواء كان مسجدا أو كان عالما أو كأي شيء يعني له يعني شعيرة من شعائر الإسلام، ينبغي أن نعظم هذه الشعيرة لأنها من شعائر الإسلام يعني. نعم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني من وجل القلوب، خشية الله. واخفض جناحك للمؤمنين كناية عن التواضع واللطف، هذا كلام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الرفق بالمؤمنين. واخفض جناحك، الجناح طبعا هذا الطائر. الطائر لماذا يخفض جناحه؟ يخفض جناحه يحمي صغاره، يحمي صغاره، يخفض جناحه، ذلك كناية عن اللطف والتواضع والرفق. كذلك واخفض جناحك للمؤمنين رحماء بينهم. الإنسان المؤمن مع المؤمن ينبغي أن يكون عنده رحمة، يعني يعامله كلمة رحمة، رحماء بينهم، يعني ينبغي أن يكون عندك رحمة مع أخيك المؤمن يعني. من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا؟ لأن صار عنده جرأة. الذي يقتل إنسانا يقتل أكثر. أين المشكلة يعني؟ والله عندما يقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ما معنى حياة يا أولي الألباب؟ لأنه عندما قتل إنسانا القصاص قتله صحيح، هذا لو لم نقتله قتل غيره، فالآن صار حياة لغيره، بقتله صار حياة لغيره. ممكن يقتل هذا ثم يقتل في اليوم الثاني في اليوم الثالث وكذا، لكن عندما يكون قصاص هذا، إذن نحن الآن هؤلاء صاروا الآن في حياة، لأن هذا لا يستطيع أن يقتل هؤلاء لأنه أقيم عليه الحد. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. وكأنما سبحان الله تلاحظون وكأنما أحيا الناس جميعا، هذا يعني حفظ حياة الناس. وأيضا هذه عقوبة شديدة، يعني الإنسان الذي يقتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا واضح يعني حرمة الدماء، حرمة الدماء. من قتل نفسا، وتلاحظون قال نفسا، لم يقل مؤمنا مثلا أو نفسا مؤمنة مثلا، نفسا. من قتل نفسا يعني أي نفس كانت. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. تلاحظون هذا الحديث يعني واضح جدا. هذا أولا حديث رواه البخاري ومسلم. ثانيا يعني واضح جدا النبي يحثنا أن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا يعني. لذلك الذي لا يفهم عن النبي غيبة ونميمة وحسد هكذا علمنا النبي أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، يعني هذا يساعد أخاه المؤمن وهذا يساعد أخاه المؤمن. أما مسألة غيبة والنميمة والحسد والحقد والكراهية هذه أمراض ومؤشر أنه لم يفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول كالبنيان المرصوص وأنت تقول لا. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأنت تقول لا نتفرق. النبي يقول لا تحاسد ولا نتحاسد. النبي يقول لا تدابر ولا نتدابر. كيف أنتم تقرؤون القرآن كأنه مفهوم بالعكس تماما، يعني القرآن يأمركم بشيء وأنتم تفعلون أشياء أخرى. لذلك أنا أستغرب طالب علم أو عالم مثلا يحث الناس على الغيبة والنميمة والحقد والكراهية. عجيب. يتكلم على أخيه المؤمن والله اختلف معه في مسألة فقهية مثلا، اختلف معه في مسألة ويبدأ يشير، ربما يصرح، ربما يلمح أن فلان ليس جيدا يعني، أو في المجالس مثلا يبدأ يقع في غيبته مثلا من أجل الحسد الذي عنده مثلا.
هذه نصوص هذه واضحة جدا. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. عندي أنا خير أفعله، ليس عندي إما أفعل خير أو لا أستطيع أن أفعل خير، أقل الدرجات لا تفعل شرا، هذا أقل ما يكون يعني. لكن أما تبدأ من أجل الدنيا تقع في غيبة العلماء وغيبة الناس. لو كل مسلم يفهم عن الله هكذا ويفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمة تجتمع. لكن تمزيق الأمة بسبب الشيطان وبسبب النفوس المريضة. يعني هذا العالم يحسد العلماء، يبدأ فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ويبدأ الفساد ينتشر شيئا فشيئا والأمة تتمزق يعني. أما أنت شارك، حتى لو كان بعض طلاب العلم مثلا عندهم هذه الصفات، أنا لا يكون عندي هذه الصفات، أنا هذه الصفات أرفضها. خلاص أنا أتقيد بكلام النبي وكلام الله سبحانه وتعالى ولو كنت وحدي ليس عندي مشكلة يعني. ليس ضروريا أن أدخل مع هؤلاء أهل الغيبة ليس ضروريا أن أدخل وحدكم. كما مر معنا قبل قليل المفلس، أنا لا أريد أن أكون مفلسا، أنا أريد أن أكون غنيا أجمع الناس على الله وأفعل خير في هذه الدنيا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشر أهل الخير، ماذا قال؟ انظروا إلى هذا الحديث الرائع: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض وحتى الحوت في البحر والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. هذا الخير خير جمع الناس، ليس التمزيق، ليس التفريق. يعني سبحان الله، شيء غريب جدا يعني. نعم.